اوقات الخلاف بينك وبين اي شخص ما بيبقاش كبير لدرجة انه يستحق كل الزعل ده، بس اللي حصل خلاك تفتح عينك على حاجات اكبر بكتير من سبب الخلاف نفسه. وساعات برضو كتير بتسأل نفسك هو ايه اللي حصل لكل ده، ايه اللي خلى الامور توصل للدرجة دي، لحد ما بتكتشف انه كان في كلام وكان في مشاعر متخزنة جوه الشخص ده تجاهك، وتراكمات كتير كانت مستنية اللحظة دي عشان تطلع فيها، وإن في قلوب كانت شايلة ومخبية، وكمان كان في وشوش شايلة حب مش حقيقي. ساعتها بس بتفهم إنه الموقف ده ما كانش صدفة، وإن ربنا ساعات بيكشف لنا وبيورينا الناس على حقيقتهم من غير أي مجهود مننا. والوش الحقيقي ده ساعات بيطلع في كلمة، في هزار، في نظرة، في لحظة غضب، في موقف بسيط ما كانش يستدعى كل ده. وللأسف اللي بيوجع هنا مش الخلاف، اللي بيوجع أكتر إنك بتكتشف إنك كنت موهوم وفاكر إن الشخص ده بيبادلك نفس الشعور، أو إنه باقي على عشرتك زيك بالظبط. وللأسف إنك كنت بتدي الناس حاجات أكبر من حجمهم، سواء بقى وقت أو مشاعر أو مجهود أو حتى زعل. بس في الآخر خليك واثق إنه كله خير. كل موقف بيحصل بيوضح، وبرضه كل صدمة بتقويك بعدها وبتفوقك، وكل خلاف صغير بيكشف لك بجد مين اللي كان بيحبك ومين اللي كان مستني لك على أول فرصة عشان يطلع لك اللي في قلبه. عشان كده خليك فايق لتصرفات الناس معاك حتى في أبسط المواقف، لأنها بتكشف لك حاجات حقيقية جدا